بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة قصة أخبرني بها أحد الأطباء من تونس، أحببت حقيقة أن أذكرها لكم لأن فيها عبرة وعظة. يذكر هذا الأخ أن الرئيس التونسي بن علي لما أنه ذهب إلى المطار وركب هو وعائلته الطائرة بسرعة قبل أن تجهز الطائرة، كما هي العادة في الطيران العادي أن الطائرة تجهز بالمشروبات والمأكولات وغيرها، وهذا أمر معلوم، لكن نظرا للقضية والواقع والحادثة وغيرها استعجل فركب وحمل معه الأموال والذهب كما يقولون وكما هو معلوم. فلما ارتفعت الطائرة ومعه عائلته وبعض أحفاده الصغار، إذا بأحد أولاده الصغار يبكي يريد أكلا، فصار الولد الصغير يبكي ويقول يريد طعاما. بن علي ينادي المضيفين في طاقم الطائرة ويقول لهم تعالوا هل عندكم طعام؟ قالوا ليس عندنا طعام. تصور يا أخي في الله، طائرة مملوءة من الذهب، طائرة مملوءة من الذهب يا أخي في الله، ثم لا يجد صاحبها طعاما لطفل، قطعة كيكة ولا بسكويتة ولا كاكاو ولا عصير ولا أي شيء يسكت به هذا الطفل. إن الدنيا والله لا تساوي شيئا. هذا في دنيا مقابل دنيا، ذهب، ولو معك أطنان الذهب فلربما تموت من العطش إن لم يكن عندك جرعة ماء، أو تموت من الجوع. هذا دنيا في مقابل دنيا، كيف أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الحاجة إلى أكل أو شربة، فكيف بدنيا في مقابل الدين؟ الله أكبر، والله لا مقارنة، والله لا مقارنة، لأن الدنيا كلها كما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهل تقارن وتقاس بالآخرة والعمل الصالح؟ كلا والله لا يمكن أن يقاس هذا بهذا. فالعبر والعظات يا أيها الإخوة في الله في مثل هذه الأحداث أن تعلم أنك يا عبد الله إذا بت آمنا في بيتك معافى في بدنك عندك قوت يومك فأنت والله السعيد ما دمت عابدا لله الواحد القهار. إنها الطمأنينة، إنها الراحة النفسية. هذا الإنسان الذي كان في طائرته مسجونا يبحث عن من يؤويه، هل تقارنه بعجوز في أقصى المشرق أو المغرب أو أفريقيا أو غيرها فقيرة في كوخها لكن والله تنام مطمئنة؟ والله إن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، فعليك أن تعرف قدرها فتعمرها بميزان الله. لكن ليكن عينك وبصرك وبصيرتك يا عبد الله إلى الدار الآخرة، وكل عمل في هذه الحياة الدنيا تعمله يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا العمل والله ثم والله هو خير من الدنيا وما فيها. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن سنة الفجر وليست الفريضة، عن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يقول عنها صلى الله عليه وسلم هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. إذن أين ميزان الدنيا من ميزان الآخرة؟ أسأل الله أن يوقظ قلوبنا جميعا وأن يجعلنا ممن يعتبر. أيها الإخوة في الله، الأحداث والقصص خاصة التي تراها بأم عينيك كثيرة، لكن هل تعتبر؟ هل نعتبر؟ هل نتعظ؟ هل نغير من طبيعة تفكيرنا وحياتنا؟ أرجو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.